في ناس كتير كانت بتسألني ايه هي خاصية ال WPS او ايه هو زرار ال WPS اللي موجود في الراوتر. الخاصية دي موجودة في اغلب الرواتر، وهي خاصية كانت بتستخدم لسهولة الاتصال. بمعنى انت لما كنت تدخل على الراوتر بتاعك كنت بتحتاج تكتب الباسورد بتاعك، سواء باسورد طويل معقد، فالخاصية دي كانت بتسهل الاتصال ما بينك وما بين الراوتر بدون ما تكتب باسوردات كتير وبدون ما تلجأ لاكتر من حل عشان تعرف تتصل. فلو كان عندك تلفزيون حديث او موبايل او غيره كنت تقدر تتصل بالراوتر على طول عن طريق الخاصية. بس الخاصية دي فيها مشكلة ان بيحصل عليها هجوم او ليها ثغره معينه. الهجوم ده بيسمى الهجوم الغاشم، وهي بتبقى تركيبه من الارقام بتتجرب على الراوتر لحد ما الشخص اللي بيعمل الهجوم ده يقدر ياخد الواي فاي بتاعك او يدخل على الواي فاي بتاعك من غير ما يعرف الباسورد. فدايما احنا بننصح ان الخاصيه دي تتقفل، ويعتبر ان في بعض الرواتر الخاصيه دي حتى لو انت قفلتها من الراوتر او دوست على الزرار ما بتتقفلش بشكل فعلي. فالافضل ان انت لو تشتري راوتر حديث يبقى الخاصيه دي مش موجوده فيه، لان ده بيبقى امن وافضل بكتير.